الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة الأحبة. في دقائق معدودة نذكر شيئا من فضائل القرآن الكريم، هذا الكتاب المهيمن الذي أنزله الله على أفضل الرسل وخير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كتابا معجزا مهيمنا مصدقا لما بين يديه، فيه حكم الله عز وجل، وفيه وعده ووعيده، وفيه القصص والأخبار عن الأمم الغابرة ليتذكر المؤمنون، وفيه أحوال يوم القيامة، وفيه أحوال وأخبار وصفات الجنة والنار، المصير لكل إنسان إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار والعياذ بالله. نسأل الله أن يجعل دارنا دار كرامته، دار المقامة، جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. هذا الكتاب المعجز هو القرآن الكريم، أفضل الكتب المنزلة، كما أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وسيد أولي العزم منهم، فهذا الكتاب أيضا جعله الله عز وجل خاتمة رسالاته إلى أنبيائه ورسله، فكان خير كتاب وأفضل كتاب أنزل من عند الله تبارك وتعالى، فيه ما ذكرناه من الأحكام والوعد والوعيد وأحوال القيامة وأخبار الأمم السابقة، وهو معجز قد تحدى الله به فصحاء العرب وبلغاءهم أن يأتوا بمثله أو ب10 سور منه أو بسورة منه، فعجزوا وانقطعوا. قل فأتوا ب10 سور مثله مفتريات، قل فأتوا بسورة مثله. فهذا هو القرآن الكريم. ومن فضل الله عز وجل علينا أن هذا الكتاب ليس فقط أنه للحكم والرجوع إليه في أحكامنا في حلالنا وحرامنا، ليس فقط لنعرف أحوال الأمم السابقة، ليس فقط لمعرفة أحوال يوم القيامة، بل هو أيضا يتلى وتلاوته عبادة مستقلة، أجره عظيم وثوابه كبير. فلذلك نتحدث عن هذه الفضيلة التي هي في كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. ولم تكن هذه الميزة وهذا الفضل لم يكن لشيء من الكتب السابقة إلا لهذا الكتاب المعجز الكريم، كتاب الله عز وجل القرآن الكريم المنزل على خير الرسل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. في فضل قراءة القرآن، عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. رواه مسلم. إذن القرآن شفيع لأصحابه. من هم أصحابه؟ هم الذين يعملون به، هم الذين يتدبرونه، هم الذين يقرؤونه ولا يهجرونه، لا يهجرونه في قراءة، ولا يهجرونه في تدبر، ولا يهجرونه في العمل به، ولا في التداوي والاستشفاء به. فإذا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا فضل عظيم. ما أحوج الإنسان إلى الشفاعة يوم القيامة، يوم يأتي وهو يفر من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، يوم تشتد فيه الأهوال، وتقترب الشمس من رأس الإنسان ويغرق الإنسان في عرقه. يوم القيامة يأتي هذا الكتاب شفيعا لأصحابه، فكن صاحبا له وكن جليسا له، ليكون مؤنسا لك في قبرك، ويكون شفيعا لك في عرصات يوم القيامة. عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا، تقدمه سورة البقرة وآل عمران تحاجان عن صاحبهما. أيضا رواه الإمام مسلم. يأتي يوم القيامة تأتي سورة البقرة وآل عمران فيحاجان عن صاحبهما، يشفعان لهما. إذن هذا فضل عظيم. فأين نحن من تلاوة كتاب الله؟ هل لنا ورد لا نتركه في كل يوم في الصباح والمساء، أم أننا لا نتذكر إلا لماما وإلا أياما معدودات في الشهر؟ وربما نسأل الله السلامة قد يكون من الناس من لا يذكره إلا في رمضان، يكون القرآن متروكا على الرف وعلى الدرج ولا يأخذه إلا مرة في الأسبوع، إما يوم الجمعة أو مرة في الشهر يوم الإجازة أو مرة في السنة شهر رمضان. وهذا لا ينبغي أبدا، هذا هجر للقرآن. فلا تبتعد عن كتاب الله فهو شفيعك يحاج عنك يوم القيامة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتأ فيه وهو عليه شاق عليه أجران. حتى الذي يقرأ وهو يتعب في قراءته من أنه لا يتقن الحروف والكلمات ويتعلم وهو لا زال في باب التعلم له أجران. أما ذاك الذي أتقنه وجوده ورتله كما أمر ربنا ورتل القرآن ترتيلا فهذا سابق، هذا سبق مع السفرة الكرام البررة. فلذلك ينبغي أن نكون مع كتاب الله عز وجل، فهو الجليس الذي لا يمل صاحبه. القرآن من كان جليسه القرآن فإنه لا يمل، وهو الذي يؤنسه في وحشته. نسأل الله السلامة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.